في مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ كانت عيلة الصيادين معروفة هناك. الأب كان راجل غلبان على قده، صياد قديم بيعيش من البحر، وساب لأبنائه التلاتة: حسن الكبير 40 سنة، ومصطفى الأوسط 33 سنة، ومحمد الصغير 27 سنة. الأب لما مات ساب لهم قطعة أرض على البحر، كل واحد خد جزء يعيش منه. الناس كلها كانت بتشهد للأب إنه راجل طيب، لكن أولاده كانت حياتهم مليانة مشاكل، خصوصا حسن الكبير. حسن رغم إنه متجوز وعنده 3 عيال، لكن كان معروف بكتير مشاكله وقضاياه. كان سهل يتهور، وسجله في المباحث مش نظيف نهائي. في يوم راح فرح شعبي، والفرح قلب بخناقة بعد ما طلع سلاح ناري وضرب طلقات في الهوا. الشرطة مسكته واتحكم عليه ب3 سنين سجن. في الوقت ده مين اللي كان بيهتم بمراته نعمة وأولاده؟ أخوه الصغير محمد. محمد بدأ يروح البيت كتير بحجة إنه بيساعد ولاد أخوه ومرات أخوه، لكن الدنيا قلبت لعلاقة محرمة ما بينه وبين مرات أخوه. العلاقة دي استمرت 2.5 سنين لحد ما بقيت السر مكشوف بين الناس كلها، لكن محدش كان قادر يوصل الكلام لحسن اللي في السجن. نعمة كانت لسه صغيرة 26 سنة وجمالها لافت. محمد شاف فيها فرصة، وهي شافت فيه طوق نجاة من حياة مع راجل مشاكل زي حسن. العلاقة بينهم بقت أكتر من مجرد نزوة، بقت حب محرم. وفي مرة حملت منه، ولما بطنها كبرت اتفقوا يعملوا عملية إجهاض عند دكتور معدوم الضمير. وفعلا الموضوع عدى. بعد ما حسن خرج من السجن كان فاكر إنه هيبدأ صفحة جديدة، لكن مراته نعمة أول ما شافته طالبت بالطلاق وقالت له: أنا مش مرتاحة معاك. حسن رفض يطلقها وقال لها: أنا صبرت 3 سنين وهبدأ من جديد. لكن الحقيقة إن قلبها كان مع محمد، تعلقت بيه. الغيرة والشهوة قلبت الدنيا. نعمة قالت لمحمد: أنا لو اتطلقت من أخوك وأنت اتجوزتني، أخوك هيقتلك ويقتلني. الحل الوحيد إننا نتخلص منه. محمد بدأ يخطط واستغل إن في قطعة أرض بتاعت أبوه سابها فيها عشة صغيرة بيقعد فيها حسن بالليل. قال لنعمة: هاتي حسن وتعالي العشة دي، والباقي سيبيه عليا. وفعلا قدرت تقنع حسن يروح معاها بحجة إنه هيقعد مع أخوه يشربوا شاي. بعد غياب طويل وهم قاعدين، محمد غافل أخوه من وراه وضربه بالفاس على دماغه. حسن حاول يقوم وهو بيقول: انت بتعمل ايه يا محمد؟ لكن نعمة مسكت رجليه ووقعته على الارض. محمد انهال عليه بالضرب لحد ما هشم جمجمته. حسن مات في الحال. بعد الجريمة اتفقوا يتصرفوا، كان كل واحد راح بيته عادي. لكن اخوهم الاوسط مصطفى كان راجع من البحر وعدى على الغيط، فليه اخوه غارق في دمه. صرخ واتصل بالشرطة. التحريات ما خدتش وقت طويل، لان الناس كلها كانت عارفة ان في علاقة مشبوهة بين محمد ونعمة. ومع الضغط والتحقيقات الاتنين اعترفوا بكل حاجة: الخيانة والاجهاض والتخطيط للقتل. القضية قلبت مطوبس كلها، والناس فضلت تسأل: ازاي الاخ يقتل اخوه بايديه؟ وازاي زوجة تخون جوزها مع اخوه وتدفعه لقتله؟ الموضوع ما كانش بس جريمة قتل، دي كانت خيانة وغدر ونهاية مأساوية لعيلة كاملة.
حسن اتقتل ومحمد اتحبس ومستني حكم الإعدام، ونعمة نفس المصير، والتلات أطفال بقيوا من غير أب ولا أم. القصة دي يا جماعة أكبر دليل إن الخيانة نهايتها سودة، وإن فتنة الستات ممكن تهد بيوت وتخلي الأخ يخلص على أخوه. مفيش جريمة من غير عقاب، والعدل لازم ياخد مجراه. وبكده حلقة النهاردة انتهت، ولكن انتظروا حلقات جديدة من الصندوق الأسود، قصص وقضايا كلها فيها درس وعبرة بنستفاد منها كلنا. أشوفكم على خير، سلام.